تعمل ايه في الحالات دي؟ نسيت تقرا الفاتحة في الصلاة وركعت او سجدت وبعد كده تذكرت انك لم تقرأها، هل تسلم وتبدأ من جديد؟ الإجابة لازم تعرف الأول صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وفي الحالة دي هتصلي ركعة زيادة وتقرأ فيها الفاتحة وإن شاء الله صلاتك صحيحة. طيب في حالة إن أنا كنت أصلي في جماعة والصلاة جهرية ولم أقرأ الفاتحة، في رأي بيقول تصلي ركعة زيادة، وفي رأي بيقول إنك بعد التسليم اسجد للسهو وإن الإمام قرأها نيابة عنك. الخلاصة في الموضوع ده إنك لازم تتعود حتى لو كنت مأموم إنك تقرأ الفاتحة. طيب وصلت للصلاة والإمام راكع ويقول سبحان ربي العظيم والصلاة جهرية وكانت في إحدى الركعتين اللي الإمام بيقرأ فيها الفاتحة وجزء من آيات القرآن، فليس عليك شيء وتحتسب ركعة كاملة صحيحة. في حالة كان الركوع في الركعات الأخيرة اللي بيكون فيها الإمام صامت، يجب عليك إعادة الركعة كاملة بعد ما يسلم الإمام. في الحلقة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن إزاي تتصرف في حالة حدوث أي خطأ أو سهو في الصلاة، ومتى يكون واجبا عليك إعادة الصلاة، ومتى تكتفي بسجود السهو وإزاي تتعامل فيه. أنا دكتور مصطفى هقدم لك كل يوم معلومة دينية بسيطة مررها لأولادك عشان يعرفوا أمور دينهم.